السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي حبيباتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني بقى. كل سنة وانتوا طيبين. رمضان خلص، يا رب يكون عدى عليكم بالخير، ويا رب يكون عملنا فيه كل اللي نفسنا نعمله، وتقربنا لربنا قوي 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 زي ما احنا كان نفسنا، وعيدنا كمان والعيد وكلنا كحك وبسكوت، ويا رب يكون او كان عيد سعيد عليكم. عادهم الاتنين بالخير واليمن والبركات على الأمة العربية والإسلامية، يا رب. لا فاقدين ولا مفقودين ولا عندنا حزن، ويكون دايما بالفرح والخير والسعادة عليكم. طبعا النهاردة الفيديو ده بتكلم فيه عن رمضان. كان رمضان شهر عظيم جدا، كان مليان بالعبادات، وبصراحة كنت مبسوطة جدا 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 بالناس وهي بتتسابق في عمل الخير بجد، خاصة عندنا هنا في السويس. بصراحة كمية الخير والناس اللي كانت بتجري وبتسعى انها تعمل خير ويقفوا جنب بعض بأبسط البسيط وبالحاجات اللي في ايديهم كانت مفرحاني قوي. كان الخير مالي الدنيا مالي الجو كده، حاسين ان مطرح ما تمشي بتلاقي فيه خير. عبادات موجودة، صلاة، صيام. كل ما تقعد مع حد تلاقي يقولك ده انا ختمت القرآن مرتين، ويقولك ختمت 3، ويقولك ختمت 4، ويقولك ده انا ما بفضل سهران للصبح عشان اصلي الفجر. حاجات تفرح القلب وتبسط كل مسلم، وتخلينا نحس كده ان الدنيا لسه فيها خير، وان التقرب الى الله موجود، وان جوانا خير، وان الحاجات اللي بتصدر من الناس في اوقات العصبية والزعل والحاجات دي ما بتبقاش شر، ده هو بيبقى لحظة شيطان لا اكتر ولا اقل. فبالتالي بقى عايزين نقول ايه؟ ان رب رمضان رب باقي السنة. يعني ايه رب رمضان رب باقي السنة؟ يعني انا مش هفضل طول شهر رمضان اصلي واصوم والتزم واقرا قرآن وازكي واطلع خير، واجي طول السنة نايم واعمل اخطاء. وانا مش بعدل على حد، بس بقول بما اني احنا التزمنا شهر كامل، وكما يقال وكما بيقولوا كمان يعني في المشايخ وكده، يقول لك انك انت لو التزمت 40 يوم متواصلة تلتزم بقية عمرك. فاحنا نقدر ننتهز فرصة ان احنا التزمنا 30 يوم، نزود عليهم 10 ايام تانيين وهنلتزم بقية السنة وهنبقى بنصلي. اي نعم انا عارفة ان شهر رمضان ما بيبقاش فيه الشياطين الكبيرة اللي هي بتوسوس قوي وبتشدنا قوي للمعاصي، وبيبقى فيه وقت كبير بسبب ان احنا ما فيش اكل، ما فيش حاجات بتلهينا غير ان احنا ايه صايمين، فبنتجه وبيبقى فيه روحانيات كده. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيبقى منزل رحمات وروحانيات وسكينة كده على قلوب المسلمين. بس عادي لما نجاهد نفسنا شوية ونبقى حتى مش بنفس الطاقة، يعني مش بنفس الطاقة اللي هي لا بننام ولا بنعمل غير ان احنا عمالين نذكر، لا، ممكن يبقى نص طاقتنا ونعمل برضو خير ونعمل صدقات ونعمل تسابيح ونسبح ربنا ونقرأ قرآن. يعني هو بيقولك ان انت ممكن لو قريت القرآن مثلا كل شهرين مرة، فانت كده يبقى جاهدت نفسك. يعني مش لازم ان انا اختمه 3 4 مرات في الشهر زي ما بيحصل في رمضان، لان طبعا الوقت والطاقة والروحانيات اللي بتبقى موجودة في الشهر ده وعدم وجود الشياطين بيشجعنا ان احنا نعمل حاجات كتير قوي. فانا بقول ان احنا لازم نستمر، ولازم نكون طالعين من رمضان بعادات حلوة قوي نكملها معانا طول السنة، حتى ولو عادة واحدة. يعني انا اتعودت ان انا عندي ان انا بقرا القرآن، اتعودت على صحبة القرآن، يبقى اخلي عندي ورد يومي. مش لازم ان انا اختم القرآن، بس اخلي عندي ورد يومي ان انا مصاحبة القرآن. صلاة الفجر اتعودت ان انا اصليها، احافظ عليها. الخير انا اتعودت ان انا اطلع وجبات آه، استمر فيها حتى لو بعدد قليل او كل وقت طويل. يعني مثلا كنت بطلع كل يوم، لا هطلع كل اسبوع. كنت بطلع كل شهر كل مثلا يوم، لا هطلع كل شهر، كل شهرين، على حسب مقدرتي. بس الفكرة كلها ان انا استمر على حاجة من العادات اللي انا عملتها في رمضان. كنت متعودة ان انا بصلي 10 ركعات في التهجد بالليل، لا دلوقتي اسمه قيام الليل. اصلي مثلا ركعتين 3 ركعتين 4 قبل الفجر. يعني قايمه اصلي الفجر، اقوم قبل الفجر مثلا بنص ساعه اصلي ركعتين او 4 ركعات، واستنى الفجر اصليه وانام. التعاملات بقى، احنا كنا بنتغاضى عن رد فعل معين مع الناس، عن الشتيمه، عن الصوت العالي، افضل محافظ عليه عشان رمضان مش هو النهاية. يعني مش أنا عملت رمضان هو ده وقت العبادات، العبادة موجودة طول السنة، والتقرب إلى الله المفروض إن هو يكون موجود طول السنة.
فيا رب يا رب يجعل أيامنا كلها رمضان بعباداته بعاداته بالخير اللي موجود فيه، ويا رب يجعل السنة كلها أعياد ورمضان وخير وحب. ويا رب يا رب حبايبي ومتابعيني يفضلوا مستمرين على العادات الحلوة اللي كنا بنعملها في رمضان. وكل عام وأنتم بخير.